الملوخية الخضراء. الملوخية الخضراء اللي هتفضل معاكي خضراء لحد آخر السنة. أي وصفة بعملها لك تعتمدي. بصوا بقى الملوخية بعد ما بردت، بصوا بقى الحلاوة والجمال، وبصوا اللون الأخضر. ملوخية زي العسل اهي، وخضرها جميل وريحتها هتفضل زي ما اكون جايباها من الغيط لحد آخر السنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل متابعين وحبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يا صباح السعادة والهنا على كل الموجودين هنا. يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح أمل جديد بكل يوم جديد، وكل شمس بتطلع جديدة معاها أمل، معاها فرحة يا رب مستنيانا. يا رب كل قلب حزين اتمنى منك الفرحة ومنتظرها منك تعطيها له يا رب. يا رب كل مريض تشفي كل مريض يا رب. يا رب تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب تعافي مبتلانا يا رب. يا رب تدخل الفرح بيت المسلمين يا رب. يا رب كل قلب حزين تفرحه يا رب. يا رب تنصر اخواتنا الفلسطينيين يا رب. يا رب انصرهم نصر عزيز مقتدر انك على كل شيء قدير. النهارده اعمل لكم ملوخيه خضراء، الملوخيه اللي في الفريزر اللي بتقعد من السنه للسنه. يلا تعالوا معايا شوفوا الفيديو فيه اسرار وتكات وحركات. يلا تابعوني واوعوا تروحوا كده ولا كده ولا تسرعوا الفيديو، خليكم معايا. وبعدين تعالوا هنا، اللي ما اشتركش لحد دلوقتي ما اشتركش وانت اللي بتتفرجي وما حطيتيش لايك ليه؟ يلا حطي لايك وكومنت حلو منك وتعالي معايا شوفي الفيديو فيه الملوخيه الخضراء. الملوخيه الخضراء اللي هتفضل معاكي خضراء لحد اخر السنه. اي وصفه بعملها لك تعتمديها وتبصي على ضمانتي. الملوخيه دي هتفضل خضراء كده لحد اخر السنه في الفريزر، ومحدش هيعرف ان انت مفرزاها، ولا هتخرطي ولا هتتعبي نفسك. اول حاجه هتنقي الملوخيه. شفتي الورقه عامله ازاي؟ ورقه تقيله، ورقه خضراء. شفتي الجذور بتاعتها حمراء ازاي؟ جذور الملوخيه حمراء، دي اللي بتبقى ملوخيه مسكره. هنقطفها بقى، واي ورقه كده صفراء، اي ورقه دبلانه، اي ورقه مش عاجبانا هنشيلها. هقطفها كلها. انا ما بغسلش الملوخيه الا لما اقطفها، ما بغسلهاش قبل ما اقطفها، بغسلها وهي ورقه. يلا هقطفها كلها وارجع لكم. يعني خليكم معايا. حاولي وانتي بتقطفي بقى الملوخيه ما تاخديش العرق ده. العرق ده احنا بناخده في الملوخيه اللي بنخرطها عشان يخلي الملوخيه تلف. العرق ده يعني حاولي ما تاخدوش، لان العرق ده بيبان اما تيجي تضربيها في الخلاط بعد السلق بيبان. يعني حاولي تاخدي الورقه بس كده. ده لا، احنا في الملوخيه اللي بنخرطها بناخد القلب ده معاها. لا هنا بناخد الورقه بس، الورقه كده بس. وبالمناسبه كان في حد كاتب لي ان هو تعبان وبيستحلفنا كلنا ان احنا ندعي ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياه كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. يا رب تشفي كل مريض يا رب. واللي مكروب ولا اللي بيتمنى حاجه من ربنا يخش يصلي على النبي في الكومنتات ويقول الباقيات الصالحات اللي هي لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعد الفيديو يصلي على النبي 100 مره ويقول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، ويجي بعد اسبوع يقول لي ربنا عمل ايه معاه. والله العظيم ده ربنا يكبر بخاطره وجربه. ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. ربنا الحمد لله اداني الباقيات الصالحات الحمد لله. خشوا بقى صلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا تعليق حلو كل اللي بيتمنى حاجه من ربنا، وربنا هيكبر بخاطركم، لان انا هدعي لكم باذن الله، وباذن الله دعوتي مستجابه باذن الله. وجربوا وهتعرفوا ان دعوتي مستجابه باذن الله. بس بعد الفيديو زي ما قلت لكم اللهم صل على سيدنا محمد 100 مره ولا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، وكل ما تشوفوا فيديو تعملوا نفس اللي انا قلت عليه ده، وربنا هيكبر بخاطركم وهتشوفوا وهتقولوا لا اله الا. وبالمناسبه كمان هي شيماء كانت بتقول لي اعملي لك مقدمه، ويعني تبقى مقدمه ثابته. انا قلت لها انا باجي قدام الكاميرا وبقول كل اللي في قلبي. انا لا بحضر كلام ولا بجهز كلام ولا ببقى عايزه اعمل مقدمه معينه، لا انا باجي معاكم هنا بقول كل اللي في قلبي، وببقى على حريتي، وببقى كني قاعده مع اهلي، وانتوا فعلا اهلي، وانتوا فعلا والله بتكبروا بخاطري، وربنا يكبر بخاطر كل واحد جبر بخاطري ولو بكلمه.
ربنا يكبر بخاطره يا رب، ويسعد قلبه ويفرح قلبه بحق لا اله الا الله. الحق نطق اهو والاذان اذن. باذن الله ربنا يكبر بخاطركم كلكم زي ما بتكبروا بخاطري. ويا رب يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. كان في واحده بتقول لشيماء ليلى شبه شمس البارودي. انا شبه شمس البارودي؟ ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبتي يا رب، انا حلوه زيها كده ان شاء الله ينجبر بخاطرك. اقول لك على سر، اول صفحه عندي على الفيس كنت مسميها شمس البارودي. معرفش ليه والله، بس مع اني ما فيش شبه منها، بس كنت مسميها شمس البارودي. كده انا غسلت الملوخيه اهي، غسلتها كذا مره بخل ونقعتها شويه كده 5 دقايق في خل وميه، وصفيتها وغسلتها 3 4 مرات لحد ما الميه بقت رايقه خالص، واي ورقه صفرة اي حاجه مش عجباني كنت بشيلها. وجهزت الميه بتلج اهي عشان اطلعها فيها. دي كده ميه بتلج، والميه خلاص قربت تغلي اهي. هحط الملوخيه فيها بقى. هناخد الملوخيه كده، حاولي تصفي الميه منها برضو، وخلي بالك كل ما الميه تبقى كتيره اللي بتغلي دي كل ما الملوخيه بقت خضره. وخليها تقلب، لازم الميه تقلب عشان الملوخيه ما تسودش. لو حطيتي الملوخيه والميه بارده الملوخيه هتسود كده. اول ما بتنزل من الميه السخنه اهي بتغدر. ده اللي احنا عايزينه. انا كده هحطها مره واحده لان الحله ما شاء الله كبيره، هتاخدهم كلهم مره واحده. بصي وانتي بتحطي الملوخيه كل ما تحطي شويه غطسيهم كده، عشان الشويه اللي مش هيغطسوا في ساعتها هيسودوا. كل ما تحطي شويه ملوخيه غطسيهم كده. هنسيبها تغلي غلوه. هنسيبها بس تغلي لمده مثلا 3 دقايق على انها تبقى كل الورق اللي فيها اخضر. ولو قبلك وانت بتعملي كده ورقه سودا شيليها. بس انا حاطه الملوخيه الميه كتير ازاي؟ عشان لو الميه شويه الملوخيه هيبقى فيها ورق اسود وهتبوظ لك لون الملوخيه. كده ما فيهاش ولا ورقه سودا ولا ورقه صفرا ولا اي حاجه خالص. 3 دقايق بالظبط وهنشيلها احطها في الميه بتلج. خليكم معايا. دلوقتي انا هحط معلقه سكر كبيره كماده حافظه، بس هي ما بتعملش اي حاجه. خلي بالكم الميه ديت انا ما حطيتش فيها ولا كربوناتو ولا بيكنج باودر، عشان في ناس بتحط كربوناتو وفي ناس بتحط كربوناتو وفي ناس بتحط بيكنج باودر. هو ايوه بيخليها خضر عن كده شويه، بس بيغير طعمها في الفريزر. لما بتتحط في الفريزر فتره البيكنج باودر او الكربوناتو بيغير طعمها خالص وبيخليها طعمها غريب. انما كده ده على ضمانتي انا باذن الله، يعني طعمها هيبقى زي اللي انت لسه مخرطاها بالظبط، ولا فيها حاجه متغيره ولا لون متغير ولا اي حاجه. مش هتفرقيها عن اللي انت لسه مخرطاها، وهتعملي منها طول السنه وهي خضره بخضرها كده زي ما هي. ما احطلهاش اي حاجه. حتى البسله برضو لما باجي اخزنها ما بحطلهاش اي حاجه، عشان كده بتفضل الحاجه طعمها فريش زي ما هي. هي عايزه تحطي اي خضار بتخزنيه هو معلقه سكر بس كماده حافظه، غير كده اوعي تحطي اي حاجه. وجربوا الطريقه ديت واعتمدوها بعد كده، هتعجبكم. انا عارفه ان هي هتعجبكم. ومعلش بقى لو الاضاءه مش حلوه، عشان المطبخ عندي هنا الاضاءه مش حلوه فيه، يعني هو الكاميرا والله ظالمه لون الملوخيه. كده بعد 3 دقايق ابتدت تقلب اهي. كده ابتدت تقلب كلها اهي. هقلبها قلبه واطلعها. هنطلع على الميه بتلج. بصوا خضر الملوخيه. الميه بتلج ديت فايدتها ان هي بتديها صدمه بس عشان تحتفظ بلونها الاخضر بس.
هطلع بقيه الكميه وارجع لكم. بصوا بقى الحلاوه والجمال، بصوا لون الملوخيه الاخضر كده. انا هسيبها في الميه دي تبرد وبعدين اضربها في الخلاط. بصوا لونها، يلا هرجع لكم بعد ما تبرد. بصوا بقى الملوخيه بعد ما بردت، بصوا بقى الحلاوه والجمال، وبصوا اللون الاخضر. تخيلوا ان دي مسلوقه كده. وعلى فكره انت لو بتعملي ملوخيه ومش عايزه تخرطي اعمليها كده برضو واطبخي على طول. هضربها في الخلاط بقى وارجع لكم. يلا بصوا انا نسيت اوريكم هتضربوها في الخلاط ازاي. هتصفوها من الميه خالص كده، مش عايزه فيها اي ميه، هي يا دوبك ان هي تلف في الخلاط اهي. ممكن تحطيها في مصفى بس تصفي دقيقتين. انا هصفي الميه اللي فيها خالص واضربها من غير اي ميه. شوفي بقى الجمال، شفتي خضار الملوخيه بقى، هي تفضل كده لحد اخر السنه. وعلى فكره انا مش ضربها قوي، انا مخليها خشنه شويه، انتي نعميها زي ما انتي عايزه. يعني شيماء جربتها من عندي، قولوا لهم رايك بقى شيماء كانت ايه. قالت لي انا بحبها خشنه شويه، فانتي خشنيها على ما انتي بتحبي. ملوخيه زي العسل اهي، وخضرها جميل وريحتها تفضل زي ما اكون جايباها من الغيط لحد اخر السنه. خلي بالكم التليفون بتاعي جودته مش عاليه قوي، هو تليفون على قده كده فظلم الصوره. الملوخيه شكلها وريحتها وخضرها، والله خضرها اعجوبه. التليفون ظلمها بس عشان التليفون مش حلو قوي. ملوخيه زي العسل. هعبيها في اكياس بقى وارجع لكم. وبكده اكون عملت الملوخيه، والملوخيه زي العسل. لون الملوخيه عامل ازاي ما شاء الله، جميله. وعلى فكره دول كيلو ونص ملوخيه. انا عايزاكي بقى تجربي وتقولي لي رايك في الطريقه دي. ملوخيه ما شاء الله جميله والله، وتفضل خضره طول السنه. كل مش لازم تجيبي مره واحده، كل ما تيجي تطبخي طبخه عيني كيس. وخفي عن جوزك شويه، بلاش تحسسيه ان هو دايما مش معاه، ودايما البيت محتاج، ودايما البيت عايز. مشي نفسك باللي تقدري عليه، ساعديه وقفي جنبه، ما تشيلوش الحمل. ما فيش راجل نفسه يبقى ما معهوش، ما فيش راجل يبقى، كل واحد بيبقى نفسه يجيب لعياله احسن حاجه واغلى حاجه، بس هو غصب عنه ما باليد حيله. دايما اقري قران على، دايما قولي ان هذا رزقنا فما له من نفاس. ربنا هيبارك لك في رزقك، وهيبارك لك في اكلك، وهيبارك لك في عيالك، وهيبارك لك في كل حاجه في البيت. بس ارضي وما تشيليش الهم لجوزك. ما تنكديش عليه كل شويه، مشي حالك ومشي نفسك باللي يجود بيه، باللي ربنا يرزقك بيه. واسالي دايما ربنا البركه، لا تسالوا الرزق ولكن اسالوا البركه. قولي يا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وعيشي وردي، والقليل ارضي بيه. كيس زي ده هادي جيرانك بيه، هادي جارتك بيه، هادي اختك بيه، هادي سلفتك بيه. تحبوا في الله. حب اللي حواليك، حب الخير للغير، حب الناس اللي حواليك. يعني كيس زي ده حاجه قليله اهي، بس والله العظيم هترضيها وهتخليها تحبك، هتردلك الهديه برضه. خليكوا حبوا بعض، خلي في قلوبكم الخير للغير. يا رب يكون قدرت افيدكم، ويا رب يكون فيديوهاتي كده بتستفادوا منها وبتستمتعوا بيها زي ما انا كده بفرح بيكم. ويا رب اكون وفيت. يلا باي باي.